لما كنا عم نتناقش مع الضيوف أعطى وصف دكتور أسامة، قال نحن أمام كارثة. هل تؤيد هذا الوصف دكتور محمد؟ نعم. أين هي الكارثة؟ سبب الكارثة أين فيما سمعت وما شاهدت؟ خلط ما هو علمي بما هو غير علمي، خلط ما هو أصيل بما هو دخيل، وهنا المشكلة. ويمكن التنويم المغناطيسي هو أحد الأمثلة الواضحة جدا في هذا الأمر. ده كتاب الطب النفسي، وفي فصل فعلا عن الهيبنوزيس. ده الكتاب العمدة في الطب النفسي، في يعني فصل هو فعلا. يعني هو موجود، أيوة في العلم، يعني هو علم محطوط في العلم موجود، بس محطوط بشروط، وتقبلته الجمعية الطبية البريطانية سنة 1955 بشروط، والجمعية الأمريكية للطب النفسي برضو، والجمعية الطبية الأمريكية 1958 بشروط زي ما مكتوب هنا كده، مش من ضمنها اللي بيتقال واللي بيحصل. وإن هو شو اللي بيتقال واللي بيحصل؟ هو فكرته يعني إن هو شو اللي قاله الدكتور محمود بتعتبره أنت مش من شروط الطب النفسي؟ يعني إيه، يعني مع احترامي الشديد ليه وتقديري له كزميل يعني وكل حاجة، إنما في خلط في المصطلحات. يعني هو اللي عمله مع فاطمة ما كانش تنويم، كانت حاجة تانية خالص. ما قلتش تنويم. طيب ما احنا النهارده بنتكلم على التنويم، احنا جايين النهارده نتكلم على التنويم. كانت حاجة تانية خالص. هل ينفع؟ واللي عمله عمرو برضه مش تنويم. دكتور محمد للأسف الشديد هو ينفع. هو التنويم المغناطيسي باختصار شديد من الناحية العلمية هو انك تحط الشخص في حالة يسموها الغفوة او الترانس اللي قالها عمرو، وفي هذه الغفوة بتحيد الدفاعات النفسية بتاعت الشخص، بتقلل الدفاعات، بتقلل العقل النقدي ما يشتغلش كتير، وتقلل الحاجات بتاعت العوائق بتاعت العقل الواعي، علشان توصل فكرة أو إحساس أو شعور بالطريقة الإيحائية للعقل الباطن عشان تأثر في سلوكه.